التعليم الفني نهضة قادمة لمصر، صناعيا، زراعيا، تجاريا، وفندقا. كل هذه الامور، نظام الامتحانات ونظام حتى دخول الجامعه ونقص العرض الشديد في الجامعات الحكوميه عن الطلب عليها من خريجين الثانويه، خلى كل ده حرب على الدرجه في الثانويه العامه. مش بس الفلوس، مشكلته مناخ ومنظومه لازم تعد لها حاجات كتير وتعرف منها. وخدنا الطلاب وضربناهم على حسابنا مجانا، وبعد كده لجانا للمصانع نشوف احتياجات المصنع احتياجاته ايه. الطالب في الاعدادي لما بيجيب مجموع عالي بدخله ثانويه عامه. لا. شرط التعليم الفني ان هو يبقى جايب مجموع قليل. كان في حاجه اسمها معاهد صناعيه وبقت ماساه انها بقت كليات هندسه. واخد بال سعادتك؟ والمعاهد التكنولوجيه ودي كان لها هدف معين، الناس اللي هي تشتغل في المصانع. السنه دي هيتعمل وديا الاول، وديا الاول هذا الاختبار عشان الناس تتعامل عليه، وبعد كام سنه كده هيبقى اجباري للطالب ان المهندس هي اللي هتبدا في سبتمبر 2016 وهتنتهي في فبراير 2019. كوريا كل الدول دي عملت حاجه اسمها قانون التعليم الفني والتدريب المهني، هنسميه كده، هو مش قانون، تحت القانون شويه، لوائح منظمه. المدرسة داخل المصنع، لم أسمع هذا من حضراتكم، وكان عشمي كله إن أنا أسمع، بدل ما ننتظر بناء 100 مدرسة و1000 مدرسة ومليون مدرسة. الفكرة بسيطة من الإخوة الأفاضل. مثال حي جوه محافظة اسكندرية من سنتين بس، السنة اللي فاتت والسنة دي، في شركة يعني أنا مش عايز أذكر الاسم لقد تكون إعلان حر. دي عندي فيها حاليا 90 طالب صف أول. أنا أتمنى المدارس اللي تنشأ جديدة يا دكتور أحمد تكون مدارس مش كبيرة الحجم ولكن متخصصة. تحطوا اقسام جديده، اعتقد المناهج عقيمه. هل في قسم للسوفت وير وهارد وير للموبايل او للكمبيوتر؟ المستثمر بيدفع فلوس المفروض يتاخد منها جزء يصلحوا بيها الخطوط دي، انهم ما بيفكروش لان مدير المدرسه ما بيفكرش. مدرسه دمنهور الزراعيه اللي زيها واقل في الامكانيات. هو غلط ان المستثمر مش معاهم عشان هو يعمل الصيانه والحاجات دي، مهم ان المستثمر يبقى في الصوره، مش كده ولا ايه؟ التعليم الفني نهضة قادمة لمصر،